بسم الله ما شاء الله. عايزين بقى تعملوا رز بسمتي ولا كلمة، ينفع معاكم فرشة لكل العزومات اللي انتوا عايزينها، المين كورس بتاعكم في كل العزومات. تعالوا اعرفكم هنعمله مع بعض ازاي. النهارده اول حاجه كده بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الرز بتاعنا في الحله. نحط الاول الماده الدهنيه، معلقتين زيت كده كبار، وحته الزبده بتاعتنا، بس الزبده كده تسيح، ونبتدي نحط البهارات الصحيحه. بعد ما الزبده ساحت كده شويه نبتدي نحط البهارات الصحيحه، لومي وقرفة عدان، شويه حبهان صغيرين، وشويه فلفل اسود، وعودين 3 قرنفل، وطبعا الورق اللورا بتاعنا. دول لما ياخدوا تحميصه بيخلوا التيست بتاعنا عالي جدا. بعد ما البخار تطاير بتاع التوابل الصحيحه كده وبقى زي الفل، نبتدي نحط البصل بتاعنا كده زي ما حضراتكم شايفين، ونقلب لغايه ما البصله بتاعتنا تلون تلوينه معقوله يعني. وبعد ما البصلايه كده دبلت كويس نحط شويه الجزر بتاعتنا، جزرايه كده متوسطه، وده كله هيتحمر مع بعضه تحميره معقوله يعني. ما نقرص عليه جامد عشان ما يبقاش زي الرز اللي بالخلطه. وبعد ما خفت الميه جامد قوي من الخضار بتاعنا الجزر والبصل وكده حلو قوي تمام، نبتدي نحط الرز بتاعنا. والرز بتاعنا طبعا ده رز بسمتي كان ذهبي اصفر، ويحتاج يتبل في الميه نص ساعه. بلناه نص ساعه في الميه. ندي التقليبه الحلوه للرز، واول ما ندي التقليبه الحلوه دي للرز عشان ست البيت ما تنساش المكونات بتاعتها، لازم جاي الوقت بتاعنا عشان نحط الملح بتاعنا والتوابل بتاعتنا. واحنا في المرحله دي عشان خاطر ما نبقاش عرضه لان احنا ننسى الملح او مشاكل، ونبقى يعني الوصفه بتاعتنا باظت على حاجات خفيفه او حاجات سهله. التوقيت ده كده نبتدي نحط الملح بتاعنا. كيلو الرز البسمتي هياخد معلقه كبيره ملح او معلقه ونص حسب الرغبه بتاعتكم. كده زي الفل. 10/10. نبتدي بقى ندخل فلفل اسود معلقه صغيره، نطره جوزة الطيب كده صغيره، معلقه كبيره كركم، ومعلقه صغيره قوي او نص معلقه صغيره كاري زي ما حضراتكم شايفين كده. كل ده يتقلب مع بعضه تقليبه تمام التمام. ولما نضمن ان الرز سخن كويس قوي هنبتدي نسقيه بميه مغليه. بسم الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه دي؟ كل ده بنسخن في الرز. لازم يسخن كويس قوي قبل ما نحط الميه المغليه كمان، يعني يسخن كويس قوي وهنحط ميه مغليه. كده الرز بتاعنا سخن سخونيه كويسه، واحنا مجهزين الميه اللي بتغلي جنبينا اهيت زي الفل كده. بسم الله ما شاء الله، سخن جدا 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 الرز. نبتدي ننزل بالميه كده بتاعتنا، الميه بتاعتنا نبتدي ننزل بيها. شايفين سامعين الصوت ده؟ كده زي الفل. طبعا الميه بتاعتنا المعيار يعني نبقى فوق الرز بحوالي 3 قراريط. 3 قراريط دول يعني تخن الصباع كده 3 مرات. كده زي الفل.
شايفين الفقفقه، والرز بتاعنا ايه عمال اهوت يفقفق مع نفسه زي الفل كده. تمام التمام. نبتدي نغطيها، نبتدي كده نغطي الرز بتاعنا الغطا بتاعنا المظبوط كده بالظبط لمده يعني من ربع ساعه لتلت ساعه، وبعدين نهدي النار تماما 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 يوصل معانا بس نص ساعه، وكده يبقى الرز استوى وزي الفل. وبعد كده ما سيبنا الرز بتاعنا تقريبا نص ساعه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. شايفين الرز مفلفل ازاي وزي الفل ازاي؟ شايفين الحلاوه دي والجمال ده؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصوا كده، بصوا كده الرز بينزل ازاي؟ زي الفل، بسم الله ما شاء الله. نغرف كده طبق رز قدامكم عشان خاطر تبقوا عارفين ان الرز ده زي الفل، وكمان ينفع معاكم بقى فرشه لكل المين كورس اللي انتوا بتقدموه على السفره بتاعتكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. شايفين الحلاوه والجمال ده؟ وبكده عملنا لكم احلى طبق رز بسمتي مفلفل ومفرفر وزي الفل، ينفع معاكم تعملوه فرشه للمين كورس بتاعكم، سواء كان لحوم او فراخ او حتى كبده، وبألف هنا وشفا مع الشيف احمد صعيدي. بألف